احنا كنا اخدنا المره اللي فاتت السودو كود والفلوت شارت، وعرفنا كده ازاي ان احنا نطبق عليهم وازاي نحل شويه اكزامبلز بيهم. النهارده ان شاء الله يعني هناخد ناقص لنا بس جزء كده صغير في فكره اللوبس. احنا كنا شرحناها المره اللي فاتت نظريا، لكن ما كناش طبقنا عليها بشكل فعلي. وناقص لنا برضو بقى ان احنا ندخل في السكراتش. سكراتش هي يعني حاجه كده كان MIT اللي عاملينها، لعبه كده ظريفه يعني، بتغطي في يعني المفاهيم الاساسيه للبرمجه، تمام، بطريقه لذيذه وطريقه فاني كده شويه. تمام. احنا مش هنشرح سكراتش اللي هو بنشرح كون سكراتش نفسه وبندخل فيها ان ديتيلز قوي. لا، احنا عايزين اصلا نطلع منها بتطبيق، بجزء عملي تطبيقي على اللي احنا عملناه في الفلوت شارت وفي البسيط كود. تمام كده. بحيث ان الحاجات اللي احنا اشتغلناها بايدينا نقدر ازاي نترجمها لحاجه فانكشنال بتشتغل بشكل كويس قدامي. تمام. طيب، زي ما اتفقنا ان موضوع البسودو كود والفلوت شارت هيكون ثابت معانا كده كده في اي مساله، يعني في اي حاجه هنعملها ده هيكون ثابت معانا. طب خلينا كده نعمل شير سكرين. بس نوقف نعمل فوكس عشان محدش يصدعنا، ونعمل شير. طيب، ده سكراتش. لو انت كتبت على الجوجل سكراتش هيجي لك السكراتش عادي، تقدر ان انت تشتغله على طول. اول ما بتدخل على الويب سايت بيكون الويب سايت جاي لك بالشكل ده كده. انا نتورك ماشي. بيكون الويب سايت جاي لك بالشكل ده كده، في عندك حاجتين: يا اما ان انت تنزله على الديسكتوب عندك، تمام، كبرنامج تشتغل عليه، واحنا مش محتاجينه قوي. زي ما احنا قلنا، احنا هو هيكون مدخل لينا للتطبيق بتاع البروجرامينج على طول، بدل ما ندخل في الكود بشكل مباشر فنتفاجئ من شكل الكود ومن اللوجيك بتاع الكود. لا، ده حاجه ميدل وير كده، او حاجه وسيطه، طبقه وسيطه ما بين الكتابه اللي احنا كاتبينها وما بين الكود اللي احنا ان شاء الله بعد كده هنكتبه. فاحنا هنشتغل على الويب، هو ليه له نسخه على الويب. لو جينا عملنا هنا كده جيت ستارتنج او ستارت كريتنج. طيب، حلو جدا. افتح لنا هنا بالشكل ده كده. طيب، تعالوا كده ناخد نظرة سريعة عن ايه ده وازاي هنبدأ ان احنا نتعامل معاه. رقم واحد، هو هنا بيعتمد لك ان في شكل، او الفكرة او اللعبة كلها عبارة عن ايه؟ ان في شكل معين. هو هنا جايب لك شكل القطة ده، انت ممكن تغيره بأي شكل تاني. جايب لك شكل معين، الشكل ده بيبدأ ان هو يتحرك او يعمل انتر اكشنز او يتفاعل معاك بناء على البروجرامينج اللي انت هتعمله. تمام كده، او الخطوات اللي انت هتقول له ان هو يعملها. زي ايه؟ والله لو جينا لاحظنا هنا كده على الشمال خالص، هتلاقي ان هو هنا حاطط لك الحاجات اللي اللغه دي بتدعمها. يعني مثلا ان هو يتحرك، ان هو مثلا يعمل هنا موف، ان هو يعمل تيرن، مش عارف، ان هو يعمل جو تو، ان هو مش عارف ايه. في عندك هنا حاجات في اللوكس، ان هو يسي حاجه، يتكلم، يقول حاجه. ان هو مش عارف يعمل سويتش، ان هو كذا، ان هو كذا. احنا طبعا مش هنشرح كل الفانكشناليتي دي، احنا هناخد منها اللي يفيدنا في الكود بتاعنا. تمام. لو نزلنا تحت شويه تلاقي في عنده ساوندز هنا، ان هو ينطق حاجه. هتلاقي هنا في ايفنتس، ان هي لما حاجه تحصل يحصل حاجه. هتلاقي في هنا حاجه اسمها الكنترولز، ان هو مثلا زي الاف كونديشنز وزي الفور لوبس والحاجات دي كلها. وده السنسنج دي، ان هو لما يعمل تاتش لحاجه معينه، لما يضغط حاجه معينه في الكيبورد، لما الماوس يجي مش عارف فين، الكلام ده كله. والاوبريتورز دي اللي هي هنا الماثيماتيكال اوبريتورز، اللي هي الاكبر من، الاصغر من، اللي يساوي، الماينس، مش عارف ايه، المودولس، الكلام ده كله. وهنا عنده الفاريبلز. وهنا بقى لو انت عايز تعمل فانكشنز خاصه بك انت يعني. طيب، لو جينا هنا كده في المساحه دي اللي انا بشتغل فيها، اللي هي البيضه اللي في النص الكبيره دي. تمام كده. المساحه اللي على الشمال دي اللي بيحصل لي فيها رن، او بيحصل فيها الاوتبوت بتاعي. يعني انا بكتب هنا لوجيك، تمام، باستخدام الكومبوننتس دي اللي على الشمال، بيحصل رن في الجزء اللي على اليمين ده هنا. تمام كده. طيب، هو هنا بيدي لك شويه، بيدي لك هنا فلاج اخضر كده ان انت تبدا بيه البروجرام، او ان انت توقف بيه. يعني ده جو وده ستوب.
تمام كده؟ طيب